بدر بوهران منذ أزيد من 8 سنوات تحت سكنات منجزة بمادة الأميونت القاتلة. هذه البيوت كانت عبارة عن مؤسسة تربوية تجمع المئات من التلاميذ في وقت مضى، لتصبح مع مرور الزمن مساكن تهدد حياة هذه العائلات، يقول ياسين حسين. نحن هنا متواجدون داخل مدرسة قديمة جدا بحي البدر بوهران، والتي أغلقت بسبب مادة الأميونت القاتلة، لتتحول بعدها هذه المؤسسة التربوية إلى مجمع سكني تأوي فيه 8 عائلات تعيش فيها أوضاعا مزرية في مقدمتها الأمراض والأوساخ. احنا مدرسة تينا زي الطاهر قطاع حي البدر، رانا هنا من 2008 خويا. من 2008 جابونا هنا قالوا لنا تقعدوا 20 جور 15 جور ونجو خرجوكم. هذه 20 جور 15 جور راهي في قريب 10 ans. ما عندنا طواليت، ما عندنا مجرى، ما عندنا سباله نقيه. هذا الكوليج فيه لاميونت. احنا رانا من 2008 رانا مكرازين، مازال ما بانش علينا اي حاجه. حالة كارثية تتخبط فيها هذه العائلات، مما دفعهم لطلب الاستغاثة، موجهين نداءهم للسلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية. احنا نطلبوا من ربي ومن هذا الرئيس، نطلبوا من الله تعالى ان شاء الله يعاوننا ويعاون هاد الناس باه يجوا يشوفونا. شنا عايشين في الوسخ، في الزيقويات، في الخنز، في الطوبات. ديجا الطوبه عاد زوج غراوين هنا والجوارين ها هما ديجا هما دارهم اللي باري وكل شيء. هاو تيموت الواحد يجوا يحوسوا عليه. موسم الشتاء على الابواب، امراض واوساخ من جهه اخرى، وحتى هذا الحيوان الاليف لم يسلم من خطورة مادة الأميونت، فما أدراك ببني البشر. أخيرا